السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تانية إعدادي في قناتكم ذاكرلي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ رب تكونوا بخير. بنكمل مع بعض سلسلة الأسئلة والمراجعات على دروس التاريخ الترم الأول، وهنحل مع بعض النهاردة أهم أسئلة درس خلافة عمر بن الخطاب. لو لسه ما شفتوش شرح الدرس هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو ده وفي أول تعليق مثبت، لازم تشوفوه قبل ما تحلوا الأسئلة دي. قبل ما نبدأ انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أول مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. انتظر الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص الإمدادات من الخليفة عمر بن الخطاب أثناء فتح مصر في مدينة إيه؟ العريش ولا الفرمة ولا بلبيس ولا الإسكندرية؟ طبعا هم انتظروا شهر في مدينة بلبيس لحد ما وصلت الإمدادات من الخليفة عمر بن الخطاب. السؤال التاني بيقولك غادر قيصر الروم بعد هزيمته موقعة اليرموك. يا ترى غادر العراق ولا الكوفة ولا بلاد الشام ولا مصر؟ طبعا هو كان موجود في بلاد الشام، يبقى اختار إجابة رقم 3. طب انتهت دولة الفرس عام 21 هجرية بعد انتصار المسلمين في معركة ايه؟ اليرموك ولا القادسية ولا الفرمة ولا نهاوند؟ طبعا انتهت دولة الفرس بعد معركة نهاوند، برافو عليكم. طب بقولك أسلم عمر بن الخطاب أثناء مرحلة إيه؟ يا ترى الجهر بالدعوة دون مواجهة ولا عالمية الدعوة ولا مواجهة المعتدين على الدعوة ولا سرية الدعوة؟ هقوله طبعا أسلم عمر بن الخطاب أثناء مرحلة الجهر بالدعوة دون مواجهة. ليه؟ لأننا قلنا إنه أسلم في السنة الخامسة من البعثة، ومرحلة الجهر بالدعوة دون مواجهة كانت من السنة الثالثة من البعثة حتى الهجرة، يبقى هختار الإجابة رقم 1. طيب من المدن التي تم إنشائها أثناء خلافة عمر بن الخطاب، مدينة دمشق ولا الفرمة ولا الكوفة ولا حمص؟ طبعا مدينة الكوفة. تم تغيير القيادة العامة للجيوش الإسلامية بالشام بعد معركة إيه؟ بيت المقدس ولا القادسية ولا اليرموك ولا خيبر؟ طبعا بعد معركة اليرموك، وتولى القيادة أبي عبيدة بن الجراح بدلا من خالد بن الوليد. طب بيقولك تم فتح المدائن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد القائد مين؟ طبعا على يد القائد سعد بن أبي وقاص، الإجابة رقم 1. طب اهتم الخليفة عمر بن الخطاب بتنظيم موارد الدولة واقتصادها فأنشأ إيه؟ أنشأ ديوان بيت المال. طيب تم فتح عاصمة دولة الفرس بعد معركة إيه؟ بعد معركة القادسية، وكانت عاصمة الفرس زي ما قلنا اسمها المدائن. طب أصبحت مصر ولاية إسلامية عام 641 ميلادية بعد جلاء الرومان من مدينة إيه؟ طبعا بعد ما تم جلاء الرومان من مدينة الإسكندرية، الإجابة رقم 2. السؤال اللي بعد كده بيقولك أول ما فتحوا المسلمون في مصر هي مدينة العريش، برافو عليكم. هنتنقل دلوقتي يا شباب بقى لمجموعة أسئلة تانية بتقولك ما النتائج المترتبة على فتح المسلمين لمصر عام 21 هجرية؟ ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه جلاء القوات الرومانية من الإسكندرية وأصبحت مصر ولاية إسلامية. طيب انتصار المسلمين في معركة اليرموك عام 13 هجرية، اللي ترتب على انتصار المسلمين في معركة اليرموك؟ هقوله طبعا ترتب على ذلك مغادرة قيصر الروم لبلاد الشام. السؤال اللي بعد كده بيقولك معركة القادسية عام 15 هجرية، اللي ترتب عليها؟ هقوله أولا انتصار المسلمين وهزيمة الفرس وقتل رستم قائد الفرس، وأخيرا دخل المسلمين مدينة المدائن عاصمة الفرس. هنتنقل دلوقتي يا شباب بقى لمجموعة أسئلة تانية بتقولك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. من المدن التي أمر بإنشائها عمر بن الخطاب مدينة الإسكندرية والمدائن؟ طبعا غلط. ما الأمر بإنشاء مدينة إيه؟ مدينة البصرة والكوفة في العراق، وكمان الفسطاط في مصر. طب السؤال التاني بيقولك اتصف الخليفة عمر بن الخطاب بالعديد من الصفات الحسنة منها الرحمة والعدل، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا صح جدا. طب كان سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين في معركة فتح الفتوح، صح ولا غلط؟ لا غلط، ده كان النعمان بن مقرن. وقلنا ان معركة فتح الفتوح دي هي معركة ايه؟ هي معركة نهاوند اللي كانت سنة 21 هجرية. طيب قتل الخليفة عمر بن الخطاب على يد رجل مسلم وهو أبو لؤلؤة المجوسي، الكلام ده صح ولا غلط؟
لا غلط، أبو لؤلؤة المجوسي فعلا قتل عمر بن الخطاب لكنه كان غير مسلم. من الدواوين التي أنشأها عمر بن الخطاب هو ديوان الجند وديوان بيت المال، صح ولا غلط؟ طبعا صح، وكمان ديوان اسمه ديوان العطاء. طيب خرج المسلمون إلى قريش في صفين، عمر بن الخطاب في صف وزيد بن ثابت في الصف الآخر، صح ولا غلط؟ طبعا غلط، عمر بن الخطاب أيوة كان في صف، لكن الصف التاني كان فيه مين؟ كان فيه حمزة بن عبد المطلب مش زيد بن ثابت. طيب ذهب عمر بن الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وأعلن إسلامه؟ هقول له أيوة صح. طيب كانت فتوحات المسلمين في عهد عمر بن الخطاب استكمالا لفتوحات أبو بكر الصديق؟ طبعا صح، لأن المسلمين استكملوا فتح بلاد العراق ودخلوا مدينة المدائن عاصمة الفرس، وكمان فتحوا بلاد الشام وانتصروا على الروم. طب مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب بتقول لك دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية. السؤال الأول بيقول لك تميز عمر بن الخطاب بالتسامح الديني، إيه دليلك على تميز عمر بن الخطاب بالتسامح الديني؟ هقول له طبعا لأنه عندما تسلم بيت المقدس كتب لأهلها أمانا على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم كما أمر الإسلام بذلك. السؤال اللي بعد كده بيقول لك نجح عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة الإسلامية، إيه دليلك على نجاح عمر بن الخطاب في تنظيمه للدولة الإسلامية؟ هقول له طبعا حيث أنشأ عدة دواوين زي بيت المال والعطاء والجند، وكمان أنشأ نظام اسمه نظام الحزبة ووضع التقويم الهجري. كل دي حاجات بتدل على نجاح الخليفة عمر بن الخطاب في تنظيمه للدولة الإسلامية. طب ظهرت شجاعة عمر بن الخطاب أثناء الهجرة إلى يثرب، إيه دليلك على الكلام ده؟ هقوله طبعا لأنه أعلن أمام قريش أنه مهاجر إلى يثرب فلم يستطع أحد منعه، بينما هاجر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سرا حتى لا يراهم أحدا من كفار قريش. السؤال اللي بعد كده بيقولك أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر مثالا للسماحة، إيه دليلك على الكلام ده؟ هقوله أيوة، لأنه أمن الأقباط على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام، والأقباط يا ولاد هم المسيحيين الموجودين في مصر. طيب مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده بتقولك من هو قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الروم في معركة اليرموك؟ كان اسمه إيه؟ ده كان خالد بن الوليد. طيب قائد المسلمين الذي فتح مصر وأمن الأقباط على أنفسهم لسه قايلينها من شوية، ده عمرو بن العاص. طيب بيقول لك قائد المسلمين الذي حقق نصرا على الفرس في معركة نهاوند، ده طبعا النعمان بن مقرن. طيب قائد المسلمين في معركة القادسية ضد الفرس كان اسمه ايه؟ ده كان سعد بن أبي وقاص. بعد كده يا شباب معانا سؤال مهم جدا بيقول لك قارن بين معركة اليرموك ومعركة نهاوند من حيث الأطراف والنتائج. هقول له معركة اليرموك كانت المسلمين ضد الروم، نتائجها طبعا انتصار المسلمين على الروم ومغادرة قيصر الروم لبلاد الشام. أما معركة نهاوند فكانت المسلمين ضد الفرس، وأهم نتائجها انتصار المسلمين على الفرس وانتهاء دولة الفرس، لذلك سميت هذه المعركة باسم إيه؟ فتح الفتوح. طيب هنتنقل دلوقتي بقى لآخر مجموعة أسئلة معانا النهاردة، وهي أسئلة بما تفسر، وركزوا معايا قوي في الأسئلة دي يا شباب. رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر، ليه عمرو بن العاص كان بيرغب في فتح مصر؟ هقوله لأنه كان يرى أنه في فتح مصر قوة للمسلمين وعونا لهم وتأمينا لفتوحات الشام. طب السؤال التاني، سميت معركة نهاوند باسم فتح الفتوح، أو السؤال بصيغة تانية بما تفسر أهمية معركة نهاوند بالنسبة للمسلمين؟ الاتنين إجابتهم واحدة، وهي لأنها انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس وانتهاء دولتهم. السؤال اللي بعد كده بيقولك بما تفسر اهتمام الخليفة عمر بن الخطاب بإنشاء المدن، ليه عمر بن الخطاب كان مهتم جدا بإنشاء المدن؟ هقوله ببساطة لكي تكون مكانا يجمع المسلمين وجيوشهم. طيب تردد الخليفة عمر بن الخطاب في فتح مصر في أول الأمر، ليه عمر بن الخطاب كان متردد في البداية إنه يفتح مصر؟ هقوله ده طبعا كان بسبب انشغال جيوش المسلمين بمطاردة جيوش الفرس والروم، ولكنه بعد كده طبعا وافق على فتح مصر. وبكده يا شباب تكون خلصت أسئلة النهاردة، وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.